تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري. بما إن محمد الشناوي هنعتبره مصاب، وبما إن عندنا حارس واعد زي مصطفى شوبير بينضم للمنتخب وهو مش بيشارك في الأهلي، حارس مستواه بيتكلم عنه وعن مستقبله، ما ينفعش أبعده عن الصورة، وما ينفعش إن أنا مديش ليه فرصة حتى في السوبر المصري حتى والشناوي شبه مصاب. شوبير قادر ان هو يشارك وقادر ان هو يكون حارس بيقدم اداء جيد جدا، وان شاء الله يكون قد المسؤولية. عندنا في خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد، وبما ان محمد هاني مصاب فانا احب اشوف عمر كمال الباك اليمين الاساسي للاهلي، لاعب اتمنى يكون موجود في الفريق بشكل اساسي. لاعب عنده تأثير هجومي عالي جدا، بيقدر يلعب بإيجابية وإيجابي ومؤثر في كل الوقت، ودي نوعية اللعيبة اللي بحب تكون موجودة في الملعب للأهلي. وبلاش نقول إن عمر كمال ما بيعرفش يدافع. بص لعمر كمال هجوميا بيكون عامل إزاي، اسند معاه بأكرم توفيق دفاعيا وهتلاقي عمر بيقدم دور هجومي قوي جدا جدا. قلبين الدفاع لازم نبص لأشرف داري إنه لاعب دولي لازم يبدأ بشكل أساسي. نسيبنا من ثنائية ياسر ورامي، يلعب أشرف داري ونلعب بجنبه كمان رامي ربيعة، مفيش مشكلة لأنه بيقدم مستوى جيد مع يحيى عطية الله. هنيجي في نص الملعب، وبما ان مروان عطية لعب مع المنتخب ماتشين ولعب بشكل اساسي وكان فيهم سفر رايح جاي 8 ساعات، وبما ان اكرم توفيق يقدر يقوم بدور مروان عطية بشكل جيد جدا، وهو افساد هجمات الخصم مع الافضلية لاكرم في الشراسة في الضغط وسرعة الضغط، اذا اكرم هو الانسب انه يكون اساسي في ماتش سيراميكا ونريح مروان عطية. ده غير ان عندي سبب مقنع جدا بالنسبة ليا ان انا مش عايز اكرم ومروان الاتنين يكونوا موجودين في الملعب في ماتش واحد، وده لاني عايز اتنين في وسط الملعب يكونوا لاعبي الكرة، سواء امام وقفشة، سواء امام والسولية، سواء امام وعمر الساعي، وده اللي بتمناه. بتمنى ان عمر الساعي يكون اساسي مع الاهلي الفترة الجاية مع امام في مركز 8 وخلفهم اكرم توفيق. الثلاثي الامامي بما ان بيرسي تاو لا بيدافع كويس ولا بيهاجم كويس، واكتر لعبه وخطورته من العمق، وده مش بيناسب طريقة لعب 4-3-3 مع كولر. اذا ادي لرضا سليم جناح شمال والعب بحسين الشحات جناح يمين قدام عمر كمال، وخلي الجبهة اليمين مفتاح لعبي. رضا سليم له كتير جدا يقدر يقدم اداء افضل من بيرسي تاو، وكمان رضا سليم ينقصه الجدية، ودي بتعليمات من المدرب يقدر ان هو يتفادى السلبية دي ويقدر يقدم اداء جيد جدا. على اليمين حسين الشحات، على الشمال رضا سليم، وفي الامام وسام ابو علي. ده التشكيل الافضل بالنسبة ليا. لازم كولر يعمل مفتاح لعبه عمر كمال عبد الواحد باك يمين، ومن قدامه حسين الشحات. عمر الساعي لازم يكون موجود بشكل اساسي مع الاهلي. اللاعب ده يقدر يلعب في مركز 6 ويحل لك مشاكل كتير جدا في الخروج بالكرة. لازم يكون عندنا طريقة الخروج بالكرة تكون اسهل وافضل من كده، يكون عندنا اتقان للباص من تحت، بناء مرحلة الهجمة يكون بشكل افضل من كده. الاهلي محتاج ده بشكل كبير جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.